ومع الأسف الكبوة هذه كانت حزينة جدا، والكبوة هذه الحقيقة خلقت فينا شعور صعب تفسيره، لأنه لو بالنسبة لمنتخب مصر أو تونس، بالنسبة لنا احنا المنتخب المغربي أقل ما يمكن كما قال المدرب نتاعو قبل ما يمشي الكاس افريقيا، أقل ما يمكن أنه في المربع تاعه، والطريق كان مفتوح. لكن المغرب حقيقة أكثر حسرة حصلتني من خروج المنتخبات العربية من خروج المنتخب المغربي. يعني متألم على خروج المغرب أكثر من تألمك على خروج تونس؟ لأنه منتخب تونس كما قلت لك صندوق عجب ينجم يخرج لك الباهي والخايب، ولكن بالطبيعة تألمت على تونس، ولكن خروج المغرب ألمني أكثر لسبب وأنه ماناش مصدقينه. تفسيري عندي تفسير بكل صراحة، عندي تفسير. لماذا كان المنتخب المغربي رابع عالمي؟ لماذا المنتخب المغربي تألق في كأس العالم بشكل كبير؟ لأنه ما كانش في وضعية المرشح، كان في وضعية الفريق اللي شالنجر نقوله، اللي ماهوش مرشح، اللي يدافع أكثر، ماهوش في الوضعية. الآن في كأس أفريقيا الوضعية متاع المنتخب المغربي وأنه مرشح، وأنه الآخرين يتحداوه. بطبيعة الحال كل فريق يلعب ضد الفريق المغربي، وهذه للأمانة حقيقة نقول، وأنه كي يربح الفريق المغربي يربح الفريق الرابع. بس هذا كلام خطير، هذا كلام خطير. يعني المنتخب المغربي ما يتحمل الضغوط؟ بالطبيعة ما تحملش. لا، أولا التركيز كان ناقص، ثانيا ربما إفراط في الثقة، لأنه العوامل هذه كلها والإفراط في الثقة ونقص التركيز عندي صورة لها، هي ضربة جزاء أشرف حكيمي. أشرف حكيمي سجل أهداف تاريخية في كأس أفريقيا من مخالفات من بعد 23 و24 متر، يحطها في الزاوية 90. أشرف حكيمي ضربة جزاء سجلها وعينيه مغمضة. أشرف حكيمي أراد أن يبدع، أن يحط الكرة في الزاوية 90. يعني تحمل خروج المغرب في واحد من عناصر الخروج، واحد من. طيب هذا موجود يعني طبعا. بالاخير هو حاول. الملاحظه الان اللي بالنسبه لي انا اهم، انا اعتقد بان واحده من اهم المشاكل اللي ليس فقط المغرب عانى منها، لكن اغلب المنتخبات اللي لاعبينها يلعبون في اوروبا، لا منتخباتنا انا اقصد العربيه اللي يلعبون في اوروبا يعانون عندما يشاركون في بطولات مجمعه. لذلك لاحظ المنتخب المصري دائما ما كان سيد افريقيا، لانه كان يعتمد على اللاعبين. قلت البطولات. عندما زاد المحترفين قلت البطولات، لان الوضع اصبح مختلف والتفكير اصبح تفكيرين. وبعطيك ثلاث امثله على السريع. في ال86 اقيمت كاس افريقيا في مصر، طلع المنتخب المغربي من دور قبل النهائي، تألق في كاس العالم وتصدر مجموعته وتأهل وطلع بهدف في الدقيقة الأخيرة من لوثر ماتيوس، بطل كأس وصيف بطولة كأس العالم. في ال98 طلع المنتخب المغربي من الدور الثاني وقدم بطولة كبيرة في كأس العالم فرنسا، وقدم مباراة تاريخية أمام المنتخب الاسكتلندي وهزمه ب3 أهداف مقابل لا شيء. أول العام في نفس الوقت طلع المنتخب المغربي من أمام المنتخب المصري في الدور الثاني في بطولة أفريقيا، وفي نفس العام آخر العام أحرز المركز الرابع في كأس العالم. إذا هناك يا أن الاتحادات التي أشرفت على الكرة المغربية خلال ال48 سنة هذه كان تركيزها هو كأس العالم، لأن أشياء غريبة صراحة. يعني كان تركيزهم في كأس العالم وضحتها، أو أن في البطولات المجمعة يكون هناك عدم استمرار للعمل والبناء. الله أعلم يا أخي، لأن شيء غريب يعني خروج المنتخب المغربي. طيب فتحي، والله غريب. أنا تحكي على 48 سنة و50 سنة، أي اليوم عنده فريق، اليوم عنده فريق محترم، معناها جاء جيل جديد. النقطة الأولى. النقطة الثانية، سامحني أنا كنت باش نحكي حكاية أخرى. يقول يترشح يحب كأس العالم ما يحبش كأس أفريقيا، هو حر. سامحني، كل البلدان العربية الأفريقية تحلم باش تمشي لكأس العالم. صحيح، تحلم. وانت باش تمشي لكأس العالم يلزمك تترشح امام الفرق الافريقيه، ولاش يعيب وانه يمشي لكأس العالم وما يهزش كأس افريقيا.
النقطة الثانية تفضل. كان كل كلمة باش تقولها باش تقص عليا. تفضل. أنت قلت أنا جاوبت. تفضل. وبإيجاز. لا أنا ما فهمت كلامي. الآن واتفق العرب على أن لا يتفقوا، ولكن اتفق العرب على أن ينسحبوا 5. نجي لوليد الركراكي لأنه المسألة هامة جدا. أنا شخصيا عبد الكريم نعرفه، صابر نعرفه، عبد العزيز نعرفه، أنت نعرفك. احنا العروبة في دمنا، احنا العروبة في دمنا، أنا شخصيا ونعرفكم. لكن ما قاله وليد الركراكي حقيقة يزينا من النفاق العربي. حقيقة الاحتفالات في الجزائر بانسحاب المغرب منقطع النظير. شوفوا الاحتفالات في مصر بانسحاب، لانه قال انا فرحان اللي الكونغو ربحت مصر. الاحتفالات في مصر بانسحاب المغرب منقطع النظير وكبيره. النفاق العربي هو كان صريح، انا عربي للنخاع، هو كان صريح. رايه الراي محترم لانه هذيك حقيقتنا. طلع يعني قد لا يكون النفاق العربي، يعني هي وجهه نظرك. هي وجهه نظرك في هذه حقيقه، في وجهه نظر، فيها وجهه نظر شخصيه تمثلك. مش نحكي على الشعوب في بعضنا. طيب تعقب. اي بس انا عجبك. معلش، انا مو بقصدي ان المنتخبات ما تفكر بالتاهل لكاس العالم. انا قلت شيء غريب، ان المنتخب اللي قاعد يتالق في كاس العالم ويقدم نتائج جيده في كاس العالم هو بعيد كل البعد عن المنافسه على البطولات الافريقيه. هذا اللي كنت اقصده فقط لا غير. وضحت. وايضا فتحي يعني ياكد او يقول انه هذا شيء يرجع لهم وبكيفهم، او ان كل المنتخبات، لا، كل المنتخبات على مستوى العالم تفكر في كاس العالم والتاهل في كاس العالم، لكن ايضا تفكر في البطولات القاريه وانها تظهر بشكل مميز وتحصل على البطولات القاريه، والا ما نشوف هذا التنافس في على بطوله كاس اوروبا او حتى اليوم وترفع المستوى. لكن التركيز على بطوله دون الاخرى هذه واحده من الاسباب اللي تسبب لك بالنهايه التراجع، لان فريقك ما يكون عنده الحافز ولا الحماس. السؤال من يقول انه هي مو مركزه في البطوله؟ من يقول انه مو مركزه في البطوله؟ لا ما نجحش. انا ارد، انا ما قلت انه مو مركزه، انا ارد على فتحي واكد على كلام يمكن عبد العزيز اللي قال هذا تساؤل، وهذا تساؤل فعلا صحيح. فتحي قال كلمه، هذه حاله كلمه خطيره. صابر فتحي قال في افراط في الثقه للمغربي. وي هذا مؤكد. طيب رايك في هذا؟ كان طبيعي، احنا كنا متوقعين. اولا احنا كنا منتظرين من المغرب، وده غضبنا وده مشكلتنا دلوقتي احنا واحنا بنتكلم، ان احنا كنا منتظرين من المغرب ما لم ننتظره من الاخرين، المغرب تحديدا. انما مساله الثقه طبيعي اللعيبه يتسلل لها الثقه الزايده، او مش الثقه الزايده عن اللزوم، المفروض يكونوا واثقين من قدراتهم، لان هم بالفعل يملكون قدرات عاليه جدا. كان من المفترض الدور الفني بقى والدور المعنوي من وليد الركراكي. انا بوجه لومي الاكبر في القصه كلها في المنظومه ان هو سيد المنتخب في هذه الفتره، هو اللي كان المفروض ما فيش غياب ولا 2 ياثر عليهم، لان الناس ابتدت تتكلم على غياب حكيم زياش ولا غياب سفيان بوفال. مش ممكن ابدا. سفيان بوفال مصاب بقاله سنه، يعني عودته من عدمها ما كانتش هي اللي تاثر على المنتخب المغربي في هذا التوقيت. لذلك احنا كان غضبنا كبير من وليد كان الامل كبير في المغرب وكان رصيده كبير. ابتدى رصيده ينفع. ممتاز. حاول لوم على وليد الركراكي. فريق المغرب هز الشان، كاس افريقيا للاعبين المحليين. فريق مع المدرب لا، مع المدرب الثاني اللي كان في قطر، نسيت اسمه، مش مع وليد الركراكي. فيه لاعبين ممتازين. كنت انتظر من قائمه ال27 وانه ياخذ مجموعه هامه من اللاعبين. واني خذا 7 لاعبين تحت ضغط الراي العام المغربي. ولكن ولا واحد شارك في اي مقابله. شكرا فتحي، شكرا عبد العزيز، شكرا صابر، شكرا عبد الكريم.